عندنا في تحليل اسمه تحليل السكر التراكمي وتحليل السكر العشوائي او التحليل السكر الصيامي. ايه الفرق بينهم؟ السكر الصيامي ده تحليل بتعمله في اي وقت وانت معدي على المستشفى او على العياده او على الصيدليه، بيقيس لك سكرك في الوقت الحالي. ده بتعمله بعد الاكل غالبا. انما السكر التراكمي اللي هو HbA1c ده ميزته ان هو بيقيس لك سكرك في اخر 3 شهور. لذلك لما تيجي اعمل الاثنين، لان HbA1c او السكر التراكمي هو الادق. يعني انت ممكن سكرك الصيامي يكون مظبوط، لكن سكرك التراكمي فيه مشكله وانت مش عارف. لذلك حصلت معانا كتير يجي لك الصيدليه يقيس سكره يلاقيه مظبوط، بعدها بكام يوم يقيس التراكمي يطلع ان هو عنده سكر او مثلا بري دايابيتك، على وشك انه يجيله سكر، يعني هو ما كانش عارف. النصيحه الذهبيه اللي احنا بنديها لمريض السكر، خد علاجك في وقته بانتظام. لو حصل لك تعويره في رجلك او في صباعك او في اي مكان في جسمك، لازم بسرعه تستشير الدكتور عشان تحمي نفسك من الغرغرينه. ان الغرغرينه من اكتر الحاجات اللي بتصيب مريض السكر. عائله النظافه او الانفكشن ممكن تبقى فانجل او بكتيريال. لازم تحمي نفسك من الغرغرينه والانفكشن وتتابع مع دكتور مع اي تعويره تحصل في جسمك. كمان مريض السكر احنا بننصحه يمشي على فيتامينات باستمرار، لان معظم ادويه السكر وخصوصا الميتفورمين بيعمل مشاكل في الاعصاب. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.